السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبك. الفيديو اللي معانا النهاردة فيه كام موضوع كده هنتكلم فيهم ونقول رأينا فيهم. الموضوع الأول هو موضوع بشير التبعي. بشير التبعي طلع مع مهيب واتكلم معاه وقال له أنا لو كنت جوه نادي الأهلي كانت عمل لي تمثال. انا عايز بس اقول لك حاجه يا بشير، انت فعلا معمول لك تمثال جوه النادي الاهلي، بس معمول لك تمثال مع بيبو. اللقطه الشهيره اللي احنا كلنا نعرفها، بيبو وبشير، بيبو الجون. هو النادي الاهلي على العموم اي حد جوه النادي الاهلي بيتعمل له تمثال عشان خاطر النادي الاهلي بيقدر اي لعيب جوه النادي، ولكن مش بيتعمل لك تمثال عشان انت عملت حاجة. لمعلوماتك بس يا بشير، لمعلوماتك دي، النادي الاهلي هو اللي بيعمل لعيبته. عمر ما اللعيبة اللي جوه النادي او اللي جت النادي هي اللي عملت حاجة او هي اللي طلعت النادي. النادي الاهلي هو اللي بيطلع اللعيبة. هو اي لعيب من اول الخطيب رئيس النادي اللي هو موجود دلوقتي، النادي الاهلي هو اللي عمله، لحد النجم العالمي محمد ابو تريكة. على فكرة هما الاتنين بيقروا بالكلام ده وبيقولوا الكلام ده، لكن قصة ان انت لو جوه النادي كانت عملك تمثال ان انت مثلا حاجة فذة، معلش انت مش هتيجي احسن من اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي، زي بيبو رئيس النادي ومحمد ابو تريكة ونجوم كتير مروا جوه النادي. فانا بس عايز اقول لك ان انت فعلا معمول لك تمثال بس مع بيبو، اللي هي بيبو وبشير، بيبو الجون. الموضوع التاني اللي معانا هو بصراحة كل المواضيع اللي معانا النهاردة مواضيع كوميدية من الاخر، مواضيع تضحك الصراحة، كعادة نادي الزمالك ان هو يضحكنا. موضوع المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور طلع ببيان على صفحته على الفيسبوك او على قناة نادي الزمالك وقال: سوف اقاضي كل من قال على عبد الله جمعة وعلى احمد فتوح ان هم بياخدوا منشطات. مرتضى هو منين بيودي على فين؟ بس ده اللي انا عايز اقوله لك. تقاضي مين يا عم؟ اكذا انت اصلا طلعت وجبت اهو الاستاذ ده اهو، جبته معاك في فيديو وطلعته وقلت له ان هو وعرفته يقول ايه للناس كلها، وطلع وقال: حقك عليا يا سيادة المستشار وانا اسف وبتاسف لجمهور نادي الزمالك على الحاجه اللي انا خدتها على المنشطات وعلى المخدرات وعلى النسوان وعلى كل الكلام ده كله. هتقاضي مين؟ تقاضي نفسك. انت اللي عامل لهم السمعه، انت اللي عامل لهم السمعه دي اساسا جوه النادي. انت سبب كل المصايب اللي فيها لعيبه نادي الزمالك. على فكره انا بحترم لعيبه نادي الزمالك جدا، بس الحاجه الوحيده اللي انا بقف عندها هم الاعلاميين واللي هم جوه مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك، زي المستشار مرتضى منصور. بصراحه انتوا تضحكوا قوي، بصراحه انتوا تضحكوا قوي. اكبر مفسده في تاريخ نادي الزمالك هو عندما تولى رئاسه النادي المستشار مرتضى منصور. دي اكبر مفسده في نادي الزمالك من وجهه نظري انا. كل واحد زملكاوي هيشوفني وهيتضايق وهيشتم وهيقول لي انت ما بتفهمش انت وانت. يا عم بص الراجل ده بيعمل فيكوا ايه، بص الراجل ده مطلع صورتكوا قدام الناس عامله ازاي. نادي الزمالك اكبر من مرتضى منصور واكبر من اي حد، مع اني اهلاوي بس بقول حق ربنا. نادي الزمالك نادي كبير، اكبر من مرتضى منصور واكبر من ابنه واكبر من العصابه اللي هو جاي بيها. اخر موضوع معانا وهو موضوع برضو من المواضيع الكوميديه اللي احنا متعودين عليها من الاعلاميين الزملكاويه. طبعا انتوا عارفين خالد الغندور. خالد الغندور بعد حوار كهربا، اعرفكم بس الموضوع كده سريعا، بعد حوار كهربا طلع وشتم كهربا
يعني مش شتمه، يعني قال عليه كلام وقال على الشخصيه والنادي ورئيس النادي والجماهير وبتاع. مفيش عدى يوم واحد، تاني يوم طلع على قناه الزمالك وبيقول ايه؟ بيقول انا بتاسف لجمهور النادي الاهلي، وبتاسف لكل الاعلاميين الاهلاويه، وبتاسف بيبو، وبتاسف لكل الناس دي. انا بس عايز اقول لكم حاجه. في اخر كلام ليه هو قاله، قال ايه؟ قال انا دي يا جماعه مفيش شخص عاقل صدقوني، احنا يعني اي كلام بيتقال عديه، بس مفيش شخص عاقل يصدق الكلام ده. قال لك انا كنت بسير الفتنه وبسير التعصب لما كنت بتكلم المره اللي فاتت. تمام؟ تخيلوا شخص بيقول على نفسه كده، وجمهور النادي الاهلي والاعلام بتاع النادي الاهلي افضل مني بكتير واحسن مني بكتير. الموضوع ده ما فيهوش غير حاجتين بس. يا اما طلع قال الكلام ده عشان فعلا ما يستفزش جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، عشان ماتش يوم السبت ما ينزلوش لعيبه الاهلي ياكلوا لعيبه الزمالك. ما هو انت بتستفزني وقال عليا كلام وقايل فيا وعليا، وده كلام متوصل له، خلي بالكم ان هو يطلع يقوله. ده وجهة نظري ان ده بينيم الدنيا. يعني خالد الغندور طالع ينيم الاهلاويه، طالع ينيم الناس كلها. انتوا تمام وانا وحش، وانتوا احسن ناس، وانتوا حلوين قوي، وانا غلطان، وانا عملت، وانا فيا وعليا، عشان الناس تهدى ولعيبه النادي الاهلي تهدى وتنزل تلعب الماتش باريحيه، ولعيبه الزمالك تقوم خطفانه. ده التفكير. بص من الاخر، الناس دي ما تأمنش لمكرهم، الناس دي ما تأمنش لمكرهم. يا اما الموضوع التاني، وده انا بستبعده، الموضوع التاني ده انا بستبعده، ان هو فعلا يكون من جواه حس ان هو فعلا غلطان، وان هو قال حاجه غلط على جمهور النادي الاهلي وعلى موضوع كهربا وعلى كل الكلام ده، وطلع يعتذر للناس. وانا بستبعد الكلام ده خالص، بستبعد الكلام ده خالص. استحاله يكون رئيس النادي مرتضى منصور وواحد عنده في القناه اعلامي يطلع يعتذر. لمين؟ للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي. دي فيها قطع رقبه يا باشا، دي فيها قطع رقبه. ده حوار يعني ممنهج، حوار ممنهج منهم عشان خاطر اللي هم نفسهم فيه، اللي هم عايزينه هيحصل. بس طبعا الكلام ده ولا يخيل على لعيبه النادي الاهلي ولا على مجلس اداره النادي الاهلي. شغل الحوارات والحلنبوحه اللي بتحصل دي مش هتخيل علينا، يعني كلامه معروف ومهروش. لا احنا نازلين الماتش بتاع يوم السبت ده هناكل الملعب، هناكل النجيله، تمام؟ بس مش اكتر. وبس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. ولو انت مش عندي في القناه انزل واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك لهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.